السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنسيح الزبدة البلدي بتاعتنا من أول ما نلفها وهي قشطة لغاية ما تبقى سمنة. أتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. كان في سؤال في الحلقة اللي فاتت بتاعة القشطة والجبنة القريش والجبنة القديمة، بيقول إمتى القشطة ما تطلعش من الخض بتاعها؟ الإجابة هي أما اللبن يكون لبن السرسوب اللي هو البقرة أو الجاموسة أما بتولد أول 3 أيام بينزل لبن السرسوب. القشطة بتاعته بقى ما بتطلعش من الخض بتاعها. طب نعمل إيه فيها؟ بنسيحها كده زي ما هي من غير ما نلفها. طب لو القشطه بتاعت اللبن الحليب العادي مش عاوزه الفها واسيحها على طول، بس هقولك ان هيطلع منها ما تيجي تسيحيها هيطلع منها سمنه قليله ومرته كتير. يعني بلاش. طبعا الزبده البقري بتاعتنا اهي بعد ما لفيناها هنغسلها بقى مرتين 2 في ميه ساقعه عشان تنزل اي كخاره او اي ريحه فيها، او اي يعني ايه اي حاجه فيها تنزلها في الميه. كده تمام بقى. هنجيب حله كبيره ونحط فيها كميه الزبده اللي انت عايزاها. انا هنا هسيح 3 كيلو. هنا بقى هنسيحها على نار عاليه. اول حاجه نحطها على نار عاليه لغايه ما تسيح خالص، واول ما تبدا تغلي اوطي النار وتبقي ايدي فيها على طول بالتقليب المستمر عشان ما تحرقش منك وما تفورش وتتكب كلها وما تستفيديش منها في حاجه. وطبعا ما تسيبيهاش وتقومي تعملي حاجه تانية، لازم المتابعه المستمره على طول معاها. طب ايه الرغاوه على الوش دي مرته بيضه. لو انت عاوزه تشيليها استني شويه بس عشان بيكون طبعا الزبده طالعه من الفريزر فبيكون فيها تلج او ميه او كده، فلغايه اما التلج ده يتبخر وتشيليها للاكل عادي، او زي ما تحبي، عايزه تشيليها ما تشيليهاش، ده اختيار ليكي انت. طبعا السمنه غلت معانا اهيت. هنشيل بقى المرته البيضه اللي على الوش ديت، وهنحط بقى الملح بتاعنا. هنحط لكل كيلو بياخد نص معلقه صغيره ملح. وطبعا في التقليب المستمر زي ما انتم شايفين كده، والزبده لسه لونها غامق خالص، لونها مفتحش شويه، فده طبعا هي لسه ما استوتش معانا. وطبعا التقليب المستمر. هنا بقى السمنه بتاعتنا بدات ان هي ايه تستوي خالص اهيت ولونها بقى فاتح شويه. طبعا هنستنى شويه لغايه اما المرته لونها يغمق شويه. طبعا انا عشان كده كل شويه بطلعها من تحت كده اشوفها لونها غمق ولا لا، طبعا مع التقليب المستمر برضو. طبعا كده السمنه بتاعتنا استوت خالص وطفينا عليها على النار وشلناها من على البوتاجاز خالص. حتى لو انتي طفيتي لازم تشيليها من على البوتاجاز خالص. والمرته غمقت معانا شويه هي. طبعا احنا بنحطها بقى في حاجه، يعني في برطمان. انا بفضل ان بحطه في برطمان ازاز يكون مغسول بميه سخنه ومعقمينه كويس بالميه السخنه ومغسول كويس بالميه السخنه، وطبعا بيتنشف كويس جدا ما يكونش فيه نقطه ميه عشان لو حطيتي فيه السمنه بعد كده ممكن يعفنها. وطبعا المعلقه اللي بتجيبي منها السمنه تكون نظيفه وتبقى للسمنه بس. ده طبعا فيديو تاني انا كنت مصوراه، وطبعا هحطه لكم برده على القناه. كنت مسيحه سمنه مع سمنه بقى نباتي عاديه، سمنه بلدي مع سمنه نباتي عاديه، برده بتكون موفره جدا وبتديكي طعم وريحه السمنه البلدي. وهنا طبعا المرطه البيضه اهيت والمرطه الحمراء عليها. اتمنى بقى ان يكون الفيديو عجبكم، وقلت لكم فيه كل المعلومات المطلوبه، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناه على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.